باسم حسين كبرنا يا حسين بضمايرنا، وأذن للوفا عباس يا الأحرار نوف الدين، باكر يوم ينجدد رايات الناصر تشهد، عهد الغيرة متسجل ونوافع هود باسم حسين. الآن جاء دور الشاعر اسمه الثلاثي، شاعر شاعر شاعر، لقبه المبدع، ينتمي إلى قبيلة الصدر والعجز، دخل قلوب الناس جميعا، حتى أن أحد الأطباء يسأل الناس ما في قلوبكم، فيقولون له الدم والشرايين والأوردة وغزوان الغالبي، هو الغالبي هو الغالبي هو الغالبي، ولكنني سوف أقوم بحذف حرف الباء من كلمة الغالبي لكي يقدمه غزوان الغالي بالصلاة على محمد وآل محمد. قبل السلام أنا خالد. قبل السلام من تسولف ويا واحد ويقول لك أنت منين؟ تقول له من العمارة، يقول لك حي الله للكرم والطيبة. فلذلك أنا أحيي باسمكم جميع الشعراء اللي قرأوا قبلي والشعراء اللي راح يقرون وراي، وأيضا الأخوة الضيوف اللي واقفين على رجليهم، وناس هم خطار من البصرة والناصرية وبغداد وجميع المحافظات، فكلهم على راسي واتشرف بهم وبجيتهم، ومليون هلا. كبرت بروس الزلم وركض على خوف، كبرت بروس الزلم وركض على خوف، اللي ينزع الخوذة لبس حافر فرس. كبرت بروس الزلم وركض على خوف، اللي ينزع الخوذة لبس حافر فرس. اصطفاف المدرسة وخاف المدير، وواقف العباس بيهود الجرس. كبرت بروس الزلم وركض على خوف، اللي ينزع الخوذة لبس حافر فرس. اصطفاف المدرسة وخوف المدير، واقف العباس بيهود الجرس. ورقية تقول عام فراق يومك والعبا عام فراق يومك والعبا عام، يعب بضيم هجرك والعبا عام. رقية تقول ابو فاضل كان عم والعبا عام، مكلبه وريحة العباس بيه. رقية تقول ابو فاضل كان عم والعبا عام، مكلبه وريحة العباس بيه. زينب تقول قصر ماكم صلاته عد الايتام، قصر ماكم صلاته عد الايتام، لزم من شاف سيفه عد الايتام. عيونك بير زمزم عد الايتام، وانا عيون الصفا يطوفون بيه. بعد ان دنت المنية من امير المؤمنين علي عليه السلام، قال امير المؤمنين علي عليه السلام لينهض الجميع الا ابناء فاطمة. فكان من بين الناهضين ابي الفضل العباس، فمسك بيده امير المؤمنين علي وقال له موش بنها لكن انت عيونها، موش بنها لكن انت عيونها، انت ذاك الماخذك من لونها، انت ذاك النابت بقاع الخضار ترفع روحك للعشق يردونها. يا فراضة وصدرت ديوان ابوك، حكايتك لاهل البخت يردونها، وبرايتك يبرد ولا دم يضيع، وتضحك بوجه الصعاب سنونها. كانت الزهرة لمن تخبز رغيف تخلي زايد من تحت ماعونها. تقول لي يا ابو حسين هذا لا تشفين، وتدرب ولاداته يسمعونها. وص شيعتنا الخبز لو راس حار خبزة العباس خيسمونها. وص شيعتنا كانت الزهرة لمن تخبز رغيف تخلي زايد من تحت ماعونها. تقول لي يا ابو حسين
هذا لمشي فيه وتضربوا ليدان يسمعونها. وص شيعتنا الخبز براس حار، خبزة العباس خيسمونها. وص شيعتنا الخبز لو راس حار، خبزة العباس خيسمونها. وقلهم الشيعة الحسن ما عنده خال، قلهم الشيعة الحسن ما عنده خال، وهي بس هي فقط تدرونها. وقلهم العباس واخوانه الثقال والله نفس المنزلة ينزلونها. لا تقولون الشمر خال الجبين، منين هاي السالفة تجيبونها؟ لا تقولون. وقلهم العباس واخوانه الثقال والله نفس المنزلة ينزلونها. لا تقولون الشمر خال الجبين، منين هاي السالفة تجيبونها؟ بعد ان انتهت واقعة الطف، خادمك ولا وراء شعراء خدمتك انا. بعد ان انتهت واقعة الطف، خدمتك. بعد ان انتهت واقعة الطف سلب الاعداء ما في الخيام جميعا، ما في الخيام جميعا، ثم عادوا الى جسد الحسين، ثم عادوا الى جسد الحسين فسلبوه كل شيء. آخر ما سلب من الحسين الخاتم والعمامة، فلما حمل أحدهم العمامة وإذا بصوت رسول الله من خلفه يصيح: هاي عمامتي اللي ماخذها وين تريد؟ هاي عمامتي اللي ماخذها وين تريد؟ شيل يدك ولك من راس راعيها، من تلبس عمامة ما تصير حسين، دخل حسين بس هو اللي يحليها. هاي عمامتي الماخذها وين تريد؟ شيل يدك ولك من راس راعيها، من تلبس عمامة ما تصير حسين، دخل حسين بس هو اللي يحليها. شوفوا الخيمة دلة اشتهت سابع نار، مد ايدك تصب رماد بيديها، هز راس الرمح يوقف لهيب النار. اذا تخمد النار الدلة شافيها، كذراق النهر يجويك اسم عباس، ذيك المشرعة وفنك تصليها. طق ريج النهر يبس لهات الخوف، العصة وشخوها الصوت يرويها. الثارش ما يطول يتعب المطلوب، إذا نعايته تسولف بهاليها. وزينب لو نعت تقول العرش بالقاع، لأن سبحة الزهرة شو نقص فيها. وزينب لو نعت تقول العرش بالقاع، لأن سبحة الزهرة شو نقص فيها. ختاما تقول قناة العربية: لولا سرايا السلام لما، يقول الحاج المجاهد هادي العامري: لولا سرايا السلام لما تحررت عامري وجرف الصخر. وتقول قناة الجزيرة: كيف لا وسرايا السلام تابعة لجيش المهدي الذي حارب الأمريكان لسنوات عدة. أما قناة العربية تقول: سرايا السلام ما تدخل حربا إلا وحسمتها بوقت قياسي. أما أبو بكر البغدادي فيقول: إن دخلت سرايا السلام الحرب فاعلموني لكي أخلع سروالي منذ هذه اللحظة. أما أنا يقول الحاج المجاهد هادي العامري: لولا سرايا السلام لما تحررت عامري وجرف الصخر. وتقول قناة الجزيرة: سرايا السلام تابعة لجيش المهدي الذي حارب الأمريكان لسنوات عدة. أما قناة العربية فتقول: سرايا السلام ما تدخل حربا إلا وحسمتها بوقت قياسي. أما أبو بكر البغدادي فيقول: إن دخلت سرايا السلام الحرب فاعلموني لكي أخلع سروالي منذ هذه اللحظة. أما أنا فأقول: أبو هاشم بعد ما صرف أبو هاشم بعد ما صرف نردانه، ولا الشر الولده وفزع اخوانه. تتقلقل وتجفو ومن تريد تطيح يعدلها ويحب جواها ذرعانه. ابو هاشم بعد ما صرف نردانه، ولا الشر الولده وفزع اخوانه. تتقلقل وتجفو ومن تريد تطيح يعدلها ويحب جواها ذرعانه. كلها تريد عانه بشبة النيران، كلها تريد عانه بشبة النيران. وراعي البيت قام يصيح جيرانه: للمفرد العونه وللرجيج الصير، بس ولد الصدر ما تريد عوانه.